كده وقربنا هنلاقي بصوا ده هيكل عظمي من شخص اتوجد فيه الناحية السكنية اللي موجودة هنا. وبالتالي احنا مستغربين ومنعرفش ايه السبب، وهنلاقي فيه يعني لو قربنا كده اكتر نلاقي المفروض فيه زي كان المفروض فيه زي حبل كده حوالين العنق بتاعه موجود. وايديه مفروده، فاحنا مش عارفين هو ليه مكانه مدفون هنا او ليه موجود هنا، وخاصة ان طبعا منطقة الاقصر كانت فيها اماكن دفن بقى، وادي الملوك، دير المدينة، وحاجات كتير جدا. يعني حاجات كتير جدا خاصة للعمال وخاصة بالملوك، فبالتالي ان اكيد كان في اماكن دفن متوفرة، مش خاصة في الحتة دي بس. فبالتالي احنا واكيد طبعا مش بس كده، يعني لو المدينة دي لو هي موجودة اكيد كانت ليها اماكن خاصة بالدفن موجودة. فبالتالي نستغرب ليه وجود الشخص ده في الحتة دي بالذات، وده اللي يعني اللي نحاول ان احنا نفسره او نعرفه بعد كده.